لما كنت تخاف من الأخبار المضللة ببصملك بالعشرة أنه اليوم هانت القصة أمام الوجوه المضللة، لأن يلي عم بتشوفه على تيك توك لابس أبيض وبإيده سماعة طبية وعم يعطيك نصائح صحية مش ضروري يكون دكتور من لحم ودم، ممكن من كود وبرمجية. كيف؟ That's not me. That's a fake. تحقيق لمنظمة تقصي الحقائق فول فاكت بيّن إنه عالم الديب فيك المصنوع بالذكاء الاصطناعي عم بيهدد اليوم أغلى وأغنى كنز بكيان الإنسان وهو صحته. فدكاترة، أكاديميين وحتى مؤثرين عم بيتم انتحال شخصيتهم، نسخ صورهم وصوتهم لصنع فيديوهات مزيفة عم ينشروا فيها معلومات صحية غير صحيحة، وبالوقت ذاته ترويج لمكملات غذائية دون أي دليل علمي. هيدا مثلا دكتور أمريكي صحي بنهار ما فيه ضوء قمر لقى حاله على تيك توك. Buyer beware. That's a scam. وأحد الصفحات المتهمة اسمها ويلنس نست اللي فيها مئات الفيديوهات، وكل فيديو بينتهي برابط لشراء المنتج المروج له. أما أكثر المستهدفين هن النساء اللي مارين بمرحلة المينوبوز. التقرير قال إنه لما أحد الدكاترة المشتكين تواصل مع تيك توك أخذ 6 أسابيع لإزالة الفيديو المزيف. لهيك في اتهامات بالقصور من المنصات بالتعامل مع جدية الموضوع وتهديد خطر لمجال الصحة. فشو الحل؟ ما إلك إلا تفتح عينيك ودينك. This is me. لأن الطب بعده موجود، بس الطبيب مش دايماً.